ازيكم يا جماعه؟ في فيديو جديد معاكم نور التركي من قناه تركي تك. والنهارده جايين نكمل الفيديو بتاع الكابلات اللي اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات. والنهارده معانا كابلات، بس المره دي مش ماجنتيك، كابلات عاديه جدا. وبصراحه انا بطلت اجيب كابلات اوريجينال عشان الكابلات دي انا واثق فيها جدا. تعالوا نشوف. ادي يا جماعه الكابلات اللي معانا النهارده، هم كتير شويه بس بصراحه حلوين. تعالوا نبتدي باول واحد، والمنتج ده بصراحه انا لقيته على النت، والكابل بصراحه ده عملي جدا، بس بصراحه انا ما انصحش بيه لو انت جايبه عشان تشحن. يعني ده مثلا لو انت في مكان عايز تنقل داتا بسرعة من لابتوب مثلا، ظرف طارئ، انت ممكن ساعتها تستخدم المنتج ده. وادي هو يا جماعة المنتج الغريب، بس بصراحة هو عملي جدا. ان دي طبعا ميدالية لو عايز تعلقها في مفاتيح، عايز تعلقها في اي حتة، لو عايز تعلقها حتى في الشنطة، حلو جدا. هنا طبعا اليو اس بي، وعندك هنا كمان اللايتنينج بورت، ده هنا بتركبه هنا، هو 3 في 1. المايكرو اس بي ده من الناحية التانية، وعندك هنا بقى التايب سي، بس هو من مايكرو اس بي لتايب سي. انا جربت بصراحه اشحن بيه الموبايل بتاعي، بس هو بصراحه كابل بطيء. هو ده اخره، وانا جربت فيه كذا مره برضو. كابل مش فاست تشارج، يعني هو مكتوب في العلبه ان هو فاست تشارج، بس هو بصراحه مش فاست تشارج. كابل ما ينصحش بيه لو انت عايز تشحن، بس هو يعني ينفعك في الضروره. وكمان ده البيت بتاعه، وينفعك لو عايز مثلا تنقل داتا او اي حاجه. هو 3 في 1 كده صغير، ينفعك في اي حاجه. وتاني كابل معانا النهارده هو من شركه بيسوس. بيسوس بصراحه انا بجيب منها كابلات كتير الفتره دي، واجيب منها منتجات كتير. الشركه بصراحه حلوه جدا. والكابل اللي معانا النهارده هو كابل لايتنينج بورت، يعني حاجه كده ايه خفيفه تاخدها معاك في اي حته. هو لايتنينج بورت ليو اس بي اي، وبصراحه الكابل صغير زي ما انتم شايفين، ممكن تاخده معاك عادي. الكابل ده يا جماعه طوله 23 سم، كابل قصير جدا زي ما انتم شايفين، بس بصراحه عملي جدا. ممكن تاخده في الجيب الصغير بتاع الشنطه، او تاخده معاك حتى وانت نازل. كابل صغير جدا وحلو جدا. وادي يا جماعه الكابل البيسوس 23 سم، كابل قصير جدا، لايتنينج بورت ليو اس بي. بس الكابل بصراحه ممكن تاخده معاك في اي حته. ده البيت بتاعه، تعمل كده بس تلم بسرعه. ممكن تشحن بيه بقى الايفون 13 14 12، بص اي تليفون معاك. تالت كابل بقى معانا النهارده هو من شركه بيسوس برضو. الكابل ده بقى غريب، يعني مش زي الكابلات اللي فاتت ان انت تجيبها عشان تشحن بيها، لا الكابل هنا مختلف شويه، اللي ليه وظيفه هنشوفها دلوقتي. يا ترى ايه بقى وظيفه الكابل ده؟ بصوا يا جماعه، الكابل ده هو كابل من تايب سي لتايب سي برضو. ده لو عايز تشحن من تايب سي لتايب سي. الكابل ده على فكره 100 واط، بس ليه زي اكستنشن كده تقفله وتشحن بيه اللابتوب. كابل تشحن بيه لابتوب يا جماعه، وفي نفس الوقت هو تايب سي، فانت ممكن تشحنه عادي جدا في ماك بوك، تشحن بيه موبايل، تشحن بيه اللي انت عاوزه، وفي نفس الوقت عندك فتحه لللابتوب. كابل 2 في 1 من الاخر. كابل بصراحه مصنوع خامته حلوه جدا، حتى الالوان بتاعته جامده جدا. تعالوا نشوف الكابل. وادي يا جماعه الكابل البيسوس ال 100 واط، المختلف جدا عن اي كابل معانا النهارده، وده السبب احنا قلنا عليه، عشان ده هنا بتشحن اللابتوب وفي نفس الوقت ممكن تشيل دي كده، وممكن تشحن تايب سي عادي، او تعمل كده تشحن بيه اللابتوب بتاعك. والكابل بصراحة الماتيريال بتاعته حلوة جدا، الحتة دي من المعدن، وبصراحة كابل جامد جدا. الشركة دي يا جماعة أنصحكم بيها جدا لو عايزين تشتروا منها أي منتج، وعن تجربة. وتالت كابل معانا النهاردة، والكابل ده أنا بصراحة أنا بحبه، كابل عملي جدا. ليه بقى؟ أولا الكابل ده جاي من شركة بيسوس برضه، الشركة دي أنا بحبها جدا بصراحة. الكابل ده عبارة عن 3 في 1. الكابل ده من يو اس بي اي عادي، يديلك تايب سي ولايتنج بورت، وكمان مايكرو يو اس بي. التايب سي يديك لحد 100 واط، تشحن بيه 100 واط موبايل بقى، لابتوب، براحتك عيش حياتك. ولو هتشحن باللايتنج بورت هيديك 20 واط، ولو هتشحن بالمايكرو يو اس بي هيديك 18 واط. كابل بصراحه ممتاز. هو طالع كابل من تايب اي عادي لحد الحته دي كده بيطلع لك 3 مخارج، وممكن تشحن بالثلاثه مره واحده كمان لو عايز. بس لسه ما خلصناش على هنا. الحته اللي فيها اليو اس بي تايب اي انت ممكن تشيلها تايب سي. هي بصراحه المفروض تكون ملزوقه فيها، بس هي اتقطعت مني وانا بشدها في مره، بس بتطلع لك يو اس بي تايب سي. بس طبعا اليو اس بي تايب سي لو انت عايز تشحن بال 100 واط، لو عايز تشحن بال 100 واط بالتايب اي مش هيديك السرعه دي. الكابل ده بصراحه ممتاز جدا، ممكن تاخده معاك في اي حته وتشحن بيه بص كل انواع الاجهزه. وادي يا جماعه الكابل البيسوس، عندك هنا 20 واط لللايتنج بورت، وعندك هنا 18 واط للمايكرو اس بي،
وعندك هنا 100 واط في التايب سي. وادي هنا ادي يو اس بي اي. هي طبعا ما بتتشالش كده يعني، هي بس اتقطمت مني هنا بصراحة. وهنا لو عايز تشحن بالكابل التايب سي ال 100 واط لازم توصله تايب سي. اليو اس بي اي مش هيديك ال 100 واط، ودي عن تجربة. بس بصراحة الكابل ده حلو جدا جدا جدا. انا لما باجي اخرج بره بصراحة بستخدم الكابل ده، كابل مصنوع ممتاز جدا، وممكن تشحن بالتلاتة مرة واحدة عادي جدا. بس يستحسن ان انت تشحن بالتايب سي مش التايب اي لو عايز تشحن التلاتة. كابل جميل جدا. نيجي بقى الرابع كابل معانا النهارده، والكابل ده بصراحة من شركة انا جربتها كذا مرة، والشركة بصراحة جميلة جدا، عشان كده جبت منهم 4 مرة واحدة. تعالوا نشوف الكابل ده ايه. الكابل ده من شركة شوتك. الشركة دي بصراحة محترمة جدا، وانصحكم جدا تشتروا منها لو عايزين. ايه الكابل ده يا جماعة؟ ده اول مرة افتحه معاكم، الباقي كله جربته بصراحة. ايه الكابل ده؟ متر وربع يا جماعة، بس بصراحة خامته حلوة جدا، مصنوع بصراحة ممتاز. والكابل ده يا جماعة باور ديليفري لحد 60 واط، كابل كويس وبصراحة صغير، حتى المخرج بتاعه مش كبير. ساعات كده تلاقي فتحة السوكت نفسها ضخمة، انت ممكن حتى لو حاطط كفر مثلا ما بترضاش تخش في السوكت. لا الكابل بصراحة حلو جدا، انا عاجبني الكابل ده. وادي يا جماعة الكابل الشوتك، بصراحة كابل حلو جدا، صغير مش كبير، تايب سي لتايب سي، وبيديك سرعة شحن لحد 60 واط. بصراحة الكابل برضه مصنوع حلو جدا، هو معظم الكابلات اللي معانا النهاردة مصنوعين حلو جدا. بصراحة الكابل يستاهل. والحتة دي طبعا من الرابر تقيلة جدا، والحتة دي عشان بتتقطع في كابلات كتير جدا، عشان كده هي مصنوعة من هنا حلو جدا. نيجي بقى للكابل اللي بعده. الكابل ده بصراحة مميز جدا عن كل الكابلات اللي فاتت دي، وهو من شركة هوكو. هوكو زي ما انتوا عارفين انا جربت منهم الكابل الماجنتيك اللي هو 3 في 1. بصراحة ما كانتش تجربتي معاه لطيفة خالص، لو عايزين تعرفوا هتلاقوه في الاي اللي فوق. بس بصراحة الكابل ده لا هو غيره خالص صراحة. ليه بقى؟ هتعرفوا دلوقتي. ايه الكابل ده يا جماعه؟ من تايب سي لتايب سي. طب ايه الفرق يا عم نور؟ ما انت جبت كذا كابل قبل كده من تايب سي لتايب سي. هقول لك ليه. اولا الكابل ده 100 واط زي كابلات قبل كده معانا، بس هنا بقى مختلف في ايه؟ في هنا شاشه. انت مثلا لو حاطط الكابل في التليفون وعايز تعرف مثلا التليفون ده بيديك كام واط او بيشحن بسرعه كام واط، في مثلا موبايلات بيقول لك انها بتشحن مثلا بقدره 65 واط 67 واط. طب الفعل نفسه ايه؟ يعني هو مش بالرقم اللي محطوط وخلاص، يعني مش شرط عشان هو بيديك 67 واط يبقى هو فعلا يديك 67 واط، لا هو بيبقى رقم الماكسيمم بتاعه 67 واط. فالكابل ده تقدر تقيس بيه اللابتوب، تقدر تقيس بيه الايباد، تقدر تقيس بيه الموبايلات، تقدر تقيس بيه اي حاجه تايب سي هتظهر لك من الشاشه هنا. والكابل ده باور ديليفري وكويك تشارج، بيوصل لك لحد 100 واط. انا جربته كتير جدا بصراحه، الكابل عملي جدا. انا في اجهزه عندي كتير جدا اكتشفت انها ما بتوصلش الارقام اللي هي مكتوبه فيها دي، وعرفت الكلام ده لما قست طبعا سرعه الشحن في الكابل نفسه. وادي يا جماعه اهو، ادي الكابل الهوكو 100 واط. وهنا الشاشه يا جماعه، الشاشه اللي بتعرفكم سرعة الشحن بتاعت الموبايل ده كام او بتاعت اي جهاز انت مركبه عليه. والكابل ده فيه باور ديليفري وكويك تشارج. بصراحة كابل ممتاز جدا، ومصنوع خامته حلوة جدا جدا، احلى كابل فيهم بصراحة. طيب نيجي بقى للكابل الاخير معانا النهارده، بس هو مختلف عن اللي فات. ليه بقى؟ ان الكابل ده هو من تايب ايه، بس مش من تايب ايه لتايب سي او مايكرو اس بي او لايتنينج بورت او الكلام ده كله. لا الكابل ده هو من تايب ايه ويديك فتحه تانية تايب ايه برضه. ده من الاخر كده اكستنشن. ممكن تحط مثلا الكابل ده في التلفزيون زي ما انا عامل، والناحيه التانية حط فيها فلاشه، حط فيها هارد، اللي انت عاوزه. هو من تايب ايه لتايب ايه، والكابل بصراحه مصنوع حلو جدا. وده من شركه بيسوس برضه. الشركه دي بصراحه يا جماعه بتعمل منتجات خطيره جدا، منتجاتها كلها حلوه بصراحه، ما واجهتش معاها اي مشاكل. غير شركه الهوك لا، قابلت بصراحه مع كابل واحد فيهم مشكله، والكابل التاني كان ممتاز. الكابل ده مفيد جدا، بالذات مثلا لو انت معلق تلفزيون على الحيطه مثلا، معلقه في كورنر في اي حته، ممكن توصل الكابل ده تاخد احلى تجربه. وادي يا جماعه الكابل البيسوس الاكستنشن ده من يو اس بي اي، ويطلع لك فتحه يو اس بي اي، ممكن تركب فيها فلاشه، هارد درايف، اكسترنال طبعا. كابل بصراحه مصنوع كمان كويس جدا، الحته دي من معدن، كابل عملي جدا، انا بستخدمه بصراحه في التلفزيون، كابل حلو جدا. بس كده، وده كان نهايه فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك، تعملوا سبسكرايب للشانل، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي جايه اول باول. سلام.